لو عاوزين تعملوا تورته ومش متوفر عندكم اي ادوات تزيين ولا مضرب كهربائي، لاول مره انتوا متخيلين يا جماعه هنعمل تورته يدويه من الالف للياء. الكيك بدون مضرب كهربائي، بدون عجان، بدون خلاط، حتى الكريمه بدون مضرب كهربائي. الفيديو ده انا عارفه ناس كتير محتاجاه واتمنى تشيروه لاصحابكم عشان يستفادوا. وهنبدا باول خطوه، الكيك. انا عملت كيك بديل للكيك الاسفنجي، عملت تجارب كتير عشان اوصل لنتيجه مرضيه، فالكيك ده عجبني جدا. اول حاجه هنضيف 4 بيضات يكونوا كبار وعليهم 3/4 كوب من السكر، وهنخفقهم بالمضرب السلك لمده 5 دقايق او 10 دقايق باستمرار لحد ما القوام يتغير كده. بعد كده هزود الزيت، مش متوفر عندنا المضرب السلك، نعمل نفس الخطوات في الخلاط والنتيجه هتطلع حلوه جدا. بعد ما قلبت المكونات هنحضر المكونات الجافة عبارة عن دقيق، بيكنج باودر، ورشة من الملح، وهنقلب المكونات دي مع بعض. واحسن حاجة تكونوا نخلتوا الدقيق قبل كده مرة علشان يدخل كمية حلوة من الهواء تطلع معاكم خفيفة. بالنسبة لكمية الدقيق مش هضيفها كلها مرة واحدة علشان الدقيق ما يكلكعش وخليط الكيك تلاقوه كده في حبيبات من الدقيق ما اتخلطتش كويس، فهنضيف شويه بشويه ونقلب لحد ما الخليط يوصل لكده، هتلاقوه سميك شويه. هنعمل بقى خليط الحليب. هنضيف الحليب فانيليا ومعلقه من السمنه او معلقه من الزبده وهنغليهم على النار. وبعد كده هنضيف الحليب ده على الخليط ونقلبهم لحد ما الخليط تلاقوه بقى شبه كده، بتلاقوه سائل شويه، ما تزودوش دقيق. هو كده الخليط مظبوط. هنحضر بقى الصواني. انا استخدمت صينيتين، كل صينيه مقاس 20، وينفع تعملوها في صينيه واحده مقاس 22، بس يفضل تعملوها في صينيتين. هحط ماده دهنيه زيت ودقيق هبطنه بيه، ويفضل تحطوا الزبده لوحدها، او لو متوفر عندكم ورق ابيض او ورق زبده ضيفوه. وهقسم الخليط على الصينيتين، وبعد كده هدخله فرن يكون ساخن مسبقا. الفرن يكون سخن قبلها ب10 دقايق على حرارة 180 أو 170، هياخد معاكم من 35 ل 40 دقيقة. بعد 30 دقيقة بتختبروا بخلة الأسنان وتسيبوه بقى يبرد على جنب على ما نحضر الكريمة. الكريمة معروف ان هي بتتعمل بالمضرب الكهربائي علشان ناخد احسن نتيجة، لكن المرة دي هنعملها بالمضرب اليدوي. ضفت كوباية كبيرة من الكريم شانتيه، عليها كوباية وربع من المية المتلجة، ونص كوب من السكر، وهنقلبهم بايدينا على اقصى سرعه نقدر عليها. انا ايدي هتوجعني لو تنتني واقفه، ففضلت رايحه جايه في المطبخ لحد ما القوام بقى زي كده. انتوا متخيلين الكريمه يعني مش متماسكه قوي، بس هندخلها دلوقتي التلاجة على ما نحضر الكريمه التانية. الكريمة عبارة عن 2.5 كوب كبار من الحليب وبيضة ونص كوباية من السكر على حسب الرغبة و4 معالق كبار من النشا. وبنقلب المكونات ديت على البارد وبعد كده بنرفعهم على نار تكون متوسطة، ونفضل نقلب فيهم لحد ما القوام تلاقوه بقى سميك زي كريمة الكاسترد او الباستري كريم. وقبل ما نطفي النار بنزود شويه كده من الفانيليا علشان تكون نكهتها حلوه، ولو متوفر قطعه من الزبده حطوها. بحطها في طبق يكون جاف وبغطيها على جنب بقى لحد ما تبرد. الكريم شانتيه بعد ما حطيته في التلاجة ساعة هضيف بقى عليه الكريمة اللي احنا حضرناها بعد ما بردت وخدت حرارة المطبخ، وبنفضل نقلب بالمضرب السلك كده لحد ما الكريمة كلها تختلط مع بعض. ده القوام النهائي للكريمة. بتلاقوها بقى ناعمة وطعمها وريحتها بجد جميلة. بدخلها الفريزر لمدة 2 ساعات على ما نحضر الكيك. الكيكة تاني يوم دي غطيتها بكيس كويس، وبعد كده هطلعها وابدأ اقسمها الطبقات. مش متوفر عندكم السكينة دي، ينفع تعملوها بسكينة عادية جدا عشان الكيك مختلف شوية عن السبونج كيك، فبيستحمل معاكم التقطيع. بشيل الأجزاء الحمراء اللي فوق ديت، طعمها حلو على فكرة. ولو الكيكة طالعة معاكم فيها قبة من فوق كده بتشيلوها علشان تكون كل الطبقات متساوية. أنا طلعت 4 طبقات من الكيك ده، والكريمة بقت جاهزة خلاص. اخدت معايا 2 ساعات. هي مش بتكون متماسكة جدا، بس ماسكة نفسها شوية يعني ما تسحش. بديل الكرسي الدوار بجيب حلة او قالب كيك مقاس 18، مقاس صغير، بيكون اصغر من الصينية اللي احنا هنقدم عليها او هنحط عليها التورته. استخدموا اي صينية متوفرة عندكم. بقوم حاطة اول طبقة من الكيك، والكيك ده مش عاوز سيرب او صوص تشريب علشان يطريه. بفرد الكريمة زي ما انتم شايفين بالسكينة، وبحط تاني طبقة واكرر الكريمة. ولو حابينها بالشوكولاتة ممكن تضيفوا عليها معلقتين من الشوكولاتة او النوتيلا او الكاكاو علشان تطعموها، بس هي فانيليا لوحدها كده احلى بكتير. ولو حابين تضيفوا اي حشوة انتوا بتفضلوها ما بين الطبقات زي شوكولاتة، فراولة، اي حشوة بتفضلوها. بدخل بقى الكيكة دي، بس الاول نغطيها، بدخلها الفريزر لمدة نص ساعة. الكريمة كده بتكون متماسكة، وبعد كده هنبدأ بقى نجلس الكريمة.
الادوات اللي هستخدمها اسباتيولا او مسطره، والمسطره تقريبا متوفره في كل البيوت بس تكون نظيفه ومخصصينها لشغل الحلويات بس. ببدا اجلس كده بالكريمه، والكريمه طبعا مش هتكون متغلفه بالكيكه كويس لان دي مش كريم شانتيه متماسك بديل للكريمه، فطبيعي الكريمه تكون معاكم مش متماسكه شويه لكن مطلعه شكل الطبقات جميل جدا. اللون الاحمر اللي هو بتاع الكيك مع الابيض جميل. بدخلها الفريزر لمدة نص ساعة او ساعة على حسب صبركم يعني، والكريمة تكون متماسكة. طلعتها. الكيس الحلواني او القمع مش متوفر عندكم مش لازم ان تعملوا الشكل ده. تكتفوا بس بالسبرينكلز والشوكليت شيبس وشوية من التوت سواء طبيعي او صناعي. وهعلمكم حركة حلوة قوي في الشوكولاتة، لما تيجوا تبشروها بالمعلقة لانها بتطلع يعني فتافيت الشوكولاتة خفيفة جدا، وبحطها على الاطراف. التزيين انا عاوزاكم تبدعوا فيه، يعني مفيش شكل معين، بس الكيكة دي يستحسن ما نعملش روزيتات من فوق ومن الجنب عشان ما تقعش، الكريمة مش متماسكة قوي. الكيكة دي بالنسبة لي وبالنسبة لكم انجاز لازم تعملوه بجد. يعني ناس كتير مش متوفر عندها مضرب وحابة تعمل في اي حفلة مناسبة تفرح اولادها، فاتمنى من كل قلبي تشيروا الفيديو علشان الكل يستفاد، وتقولوا لي رأيكم في الكومنت. اشوفكم على خير، باي باي.